صباح الفل والجمال، ويا رب يجعله يوم جميل عليكم. كل سنة وانتم طيبين. في بنوتة جميلة قالت لي يا تيتا أنا عايزة أتعلم أعمل بطاطس بومفريت. فأنا جبت بطاطس أهو، قلت أوريها ويا ريتها تكون سامعاني وشايفاني عشان تعملها هي بإيديها. تمام يا حبايبي، أما نعملها وتبقى جاهزة في الفريزر أحسن ما نجيبها من بره برضه. نصلي على الحبيب. ونعلي على الزيت شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل بالبطاطس نديها نص قلية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضرة النبي. ما بتاخدش وقت على النار يا حبايب قلبي، 3-4 دقايق كده ونشيلها على طول. بسم الله. بسم الله. بعملها يا جماعة واحطها في الفريزر، ولما باجي اطلعها استعملها تبقى مقرمشة من بره وطرية خالص من جوه، جميلة. اللي عايزها ناشفة قوي يحط لها معلقتين او 3. اللهم صل على حضرة النبي. نطلع بقى معلقتين او 3 نشا اول ما بتطلع من الزيت زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تطلع مقرمشة قوي، لكن احنا بقى عشان بنحبها طرية. هي برضو بتبقى مقرمشة بس مش لدرجة اما اضيف لها نشا، زي ما انتوا بتحبوا. لو بتحبوهم مقرمشة قوي حطوا عليه معلقتين 3 نشا وقلبوها في بعض. تمام. وبعد كده تنزلوها في الزيت، تطلعوها من الفريزر على الزيت اهي يا حبايبي. دي كده نص مقلوبة. تمام. هنصلي على الحبيب وننزل بالباقي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبرد خالص وبحطها في اكياس في الفريزر على قد الوجبه. انا عامله لكم بس نموذج بسيط كده عشان انا اصلا عامله عندي في الفريزر. انا عملتها عشان حبيبه قلبي اللي قالت لي. ان شاء الله يا رب تقعد سنه في الفريزر، تطلع كويسه جدا ما فيهاش اي حاجه طالما الحفظ كويس. شايفين يا حبايبي؟ متاخدش وقت، ولما بنحطها في الفريزر برضو نيجي ننزلها في الزيت جميلة جدا، ما بتاخدش برضو وقت. البطاطس الايام دي كلها تحمير وجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كفاية كده عليها ونطلعها. بسم الله. صفيها قوي من الزيت. انا يا جماعة لو جالي حد على غفلة حبينا نعمل اي حاجة في اي وقت بطلعها من الفريزر لو مش عاملة حاجة
مع بتنجانتين مع بيضتين مع مش عارف ايه، وبنعمل وجبة وجميلة، ولا اي حد بينزل ولا حد بيطلع. هي جاهزة في الفريزر كده. دي بطاطس البنفريت نص ايه، نص تحميرة. عايزين بقى تحطوا عليها نشا زي ما قلت لكم، نحط النشا ونفضل نقلب فيها كده تمام، وتبرد خالص خالص ونعبيها في الاكياس. ماشي حبايبي، يلا نصلي على الحبيب. حبايب قلبي البطاطس اهي بردت خالص، اللي هي بونفوريت ونص مقليه تمام. اللي عايزها مقرمشه قوي زي ما قلت لكم يحط معلقتين نشا ويقلبهم في بعض ويعديها تمام، هتطلع مقرمشه قوي. لكن اللي عايزها معقوله او مظبوطه هي دي كده تمام. هنصلي على الحبيب، هي بردت خالص، هنحطها بقى في الاكياس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي منها في الفريزر يا جماعه بطلعها حلوه قوي. بس في حبيبه من حبايب قلبي بقى قالت لي ايه يا تيتا، انا عايزه، اللهم صل على النبي، عايزه طريقه البطاطس البونفريت. البطاطس رخصت شويه الموسم بتاعها الجميل دوت. بصوا حبايب قلبي، وجبه بوجبه كده نحطها كده. بسم الله. نجيب الكيس التاني. قبل رمضان عشان عدم الفضا بعمل يا جماعة كمية كبيرة جدا وبعبيها بردك في أكياس. وقبل الفطار لو أنا محتاجاها قبل الفطار ب5 دقايق بطلعها وأقوم محمراها على طول، تبقى في منتهى الجمال. كل حاجة يا جماعة بنعملها بإيدينا، إيه المشكلة؟ أنا قاعدة فاضية، لقيتي نفسك قاعدة قدام التلفزيون، قشري لك شوية بطاطس ونقعيهم واعمليهم كده نص تحميرة. عندك حبة خضار قطعيهم وفرزيهم برضه، حطيهم في أكياس. إن شاء الله قبل رمضان هعمل تحضيرات وهوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلع منها الهواء، البطاطس نطلع الهواء خالص كده. بعد كده ايه نقفل الكيس كده ونخلي ايه الفتحه من تحت. ده نموذج يا حبايبي، انا عاملاه كده في الفريزر، بطلع وجبه بوجبه وبعملها. شايفين يا حبايبي؟ بالله عليكم لو حبينا نشتريها من بره نشتريها غاليه جدا. يعني بصوا 10 جنيه 10 جنيه عمل لي وجبتين بطاطس. يلا شطروا كده حبايب قلبي، بس تبقوا حاطين في ميه النقع اللهم صل على حضره النبي معلقه خل وعلى قد ما هتعملوا بطاطس. يعني لو هتعملوا 2 كيلو بطاطس تقطعوهم هتحطوا مثلا معلقه خل، معلقه خل ومعلقه كبيره ملح تمام. لو هتعملوا اكتر تضاعفوا الكميه. وصلوا على الحبيب رضا يا جماعه. يلا حبايبي.